مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات عبير الورد. وصفتنا لليوم البيواز سلطة المشاوي بطريقة سهلة وبسيطة وبطعم مميز. حبايب قلبي نحن بحاجة لبصلتين حجم كبير منقطعهم لجوانح بهذا الشكل. حبايب قلبي منقطعهم، وبعد ما منقطع البصل لجوانح لازم أنا حطله سمة، معلقتين سمة وملح، وافركن بالسماء كتير منيح واتركن منقوعين 3 ساعات لحتى اتخلص من حدودية البصل واتخلص من ريحة البصل القوية. وبنفس الوقت البصل لما بينتقع بالسماء بيعطي طعم أطيب وبيكون تشرب من السماء وحموضة السماء. جربوا انقعوا مثل ما قلت لكم حبايب قلبي، رح تحسوا بالفرق. هلا انا قبل ما كنت انقع البصل بالسماء والملح، بعدين صرت انقعه وحسيت لا في فرق كبير بين هالطريقة وهالطريقة، فحصلت على نتيجة أطيب لما صرت انقع البصل بالملح والسماء قبل ما أقدمه ب3 ساعات. سلطة البيواز كتير طيبة جنب المشاوي، جنب جميع أنواع المشاوي، جنب حتى شاورما اللحمة، بيعطي طعم كتير مميز. هلا بعد ما خلصت تقطيع البصل بفرفد البصلات كتير منيح وبحط فوقن معلقتين من السماء ومعلقة ملح، وبفرك البصل بالسماء والملح وبتركن منقوعين قبل ما أقدمن ب3 ساعات. وبعد ما أخلص من نقع البصل بالسماء والملح بكون مجهزة باقة بقدونس. فرمتها فرم متوسط، يعني لا ناعم مثل فرم البقدونس للتبولة ولا خشن كتير، متوسط بعمل فرم البقدونس. شايفين حبايبي كيف عم بفرك البصل بالسماء لحتى يتشرب البصل من نكهة السماء. عن جد السماء كتير طيب مع البصل وبيعطيه نكهة مميزة، وبنفس الوقت بيخلينا نتخلص من حدودية البصل ومن ريحة البصل القوية. فلما بتاكلوا البيواز بهاي الطريقة ما بتنزعجوا من ريحة البصل أو طعمة البصل القوية. هلا هيك بعد ما انتقع عندي 3 ساعات رح ضيف البقدونس، باقة البقدونس المفرومة. وإذا بتحبوا كمان تضيفوا حبة بندورة مقطعة لقطع صغيرة كمان بصير، بس أنا ما رح أضيف هلأ. هلأ بخلط المكونات كلها مع بعضها كتير منيح، وبعدها بسكبه مجات التقديم، وعلى الوجه برش عليه شوية دبس الرمان تقريبا بمعدل 3 معالق أو 4 معالق من دبس الرمان. كمان دبس الرمان بيعطيه نكهة مميزة جدا للبيواز. عن جد البيواز كتير طيب مع المشاوي، يعني ما طيب المشاوي إذا ما عملته جنبه سلطة البيواز، تظهر نكهة المشاوي البيواز. وشاورمة اللحمة كمان كتير طيب مع البيواز. شايفين حبايبي هيك لازم يكون شكل البيواز. جربوا هالطريقة كتير رح تحبوها وما رح تندموا. وانقعوا البصل بالسماء. يلا هلا رح نضيف شوية دبس رمان. فيكن تضيفوا عصير ليمون بدل دبس الرمان تقريبا بمعدل معلقتين 3. هلا بزين جات البيواز بالبندورة. وبهيك نكون وصلنا لنهاية حلقتنا حبايب قلبي. إذا حبيت الوصفة لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد من قناتي. وباي باي بحلقة جديدة وصفة جديدة بأمان الله. كنت معكم أنا عبير الورد من قناة وصفات عبير الورد.